بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الناس طيب في المغرب الحبيب وفي الجزائر الشقيقة وقوام كندا وفي الوطن العربي والإسلامي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجالية العربية المسلمة في أوروبا، الله يحفظكم ويحفظ ولادكم من كل شر وسوء ومكروه، نحن وإياكم الجميع إن شاء الله. حكيم زياش المشكلة ديالو مع فتي أخذت واحد الزخم وواحد الاهتمام كبير ربما زايد عن اللزوم. هذا وجهة نظري والله أعلم، قد أكون مخطئا ولكن قد أكون صائبا. للأسف الشديد الثقافة ديالنا في العالم الإسلامي خاصة العربي، يعني دائما نعالج المشاكل أو سوء التفاهم أو نزاع أو خصام بين الطرفين انطلاقا من العاطفة، اللي كدير التحيز. أنا كنعطف نتعاطف مع زياش، نزيد معه سواء كان ظالم أو مظلوم. الطرف الآخر خاصة بني الجنس ديالها الممثلين والفنانين اللي كونها فنانة كيتعاطفوا معها سواء كانت صائبة أو مخطئة، ولكن هذا خطأ. احنا في كلتا الحالتين الإنسان كان مخطئ أو مصيب، يعني ندخلو بواحد الخيط أبيض لرأب الصدع وإصلاح ذات البين، هذا هو المهم. أنا قلت في واحد المقطع سابق على حسب كلام حكيم زياش كيقول بأن هذه تابعتني، قال لك راني لقيتها كتشرب الخمر، هنا أخطأت ودي زياش، المطلوب أن تسترها باش ربي يسترك والله يعفو عليها. كما قلت يا ربي دعيت لها التوبة فهذاك مزيان، ولكن تدعو لها التوبة بينك بينها. احنا نتمنوا ربي يحفظنا ويحفظ وليداتنا ووليدات المسلمين من هذه الموبقات، واللي راه غاطس في هذه الموبقات الله يعفو عليهم. الشيء اللي كاين حنايا ما نبقاوش نشيطنوا، نستغلوا الفرص، وخاصة أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي باش يديروا البوز. لا، راه مسؤولية، أي حاجة تقولها راك مسؤول عليها أمام الله غدا، هادشي كلشي راه يتسجل. احنا خصنا نرطبوا القلوب ونصلحوا ذات البين وتعود المياه إلى مجاريها باش يكون عندنا مجتمع متماسك جيد. مابقاوش نديروا هاد الشقيقات والمجتمع ديالنا يضعف. اللهم وفقكم ساعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.